السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي فيديو جديد بإذن الله تعالى في قناة بروف أيوب. إن شاء الله من بعد ما درت لكم الدرس ديال أزمة 1929 إن شاء الله اليوم غادي نشرحوا باش نشرحوا لكم درس الحرب العالمية الثانية. كنتمنى أي واحد باقي ما دارش الاشتراك يدير الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد بإذن الله تعالى. أنا غادي نبداو إن شاء الله دابا في الدرس ديال الحرب العالمية الثانية من 1939 ل 1945. لنبدأ على بركة الله. في هذا الدرس هذا ديال الحرب العالميه الثانيه عنده ثلاثه العناوين رئيسيه. ما تحمقش راسك ما تحمقش راسك وما تحمقش راسك. ثلاثه العناوين رئيسيه صافي. كاين العنوان الاول وهو الاسباب الغير المباشره في ندير الحرب العالميه الثانيه. هنا كانت عندنا واحد الاسباب يعني ديال الحرب العالميه الثانيه. ما يمكنش شي حرب بدون اسباب، يعني كاين واحد الاسباب. هاد الاسباب هادو غير مباشره. شنو هاد الاسباب الغير مباشره؟ اولا في داكشي اللي قرينا في الدرس الاول ديال الحرب العالميه الاولى مخلفات معاهده الصلح. علاش؟ لان قلنا كانوا مجموعه من المعاهدات ضد بعض الدول اللي قاموا بمجموعه على مجموعه المبادئ اللي هما ثلاثه كيف ما كنقولوا: الامن والتعويضات والحدود. فهذا الشيء اللي داروه خاصه على المانيا. فالمانيا في معاهده فيرساي بالضبط باش اقتطعوا ليها منطقتي الالزاس واللورين وقالوا لها خصك تحددي القوه العسكريه ديالك، زياده على ذلك على انك خصك تخلص غرامات ماليه قاسيه جدا. فبطبيعه الحال كتكون ان مخلفات معاهده الصلح من الاسباب الغير المباشره في اندلاع هذه الحرب العالميه الثانيه. مفهوم؟ غنشوفوا ايضا مخلفات ازمه 1929. غنقول لك على ان ازمه 1929 كيف ما كنقولوا الازمه الاقتصاديه، يعني مجموعه من الدول تعرضوا للمشاكل في الاقتصاد ديالهم، تعرضوا في المشاكل في المجتمع ديالهم. فبالتالي كتكون هذه الازمه لها تاثير سلبي ولها تاثير كبير على اندلاع الحرب العالميه الثانيه. غادي نشوفوا ايضا وصول انظمه ديكتاتوريه للسلطه. علاش؟ بحيث انه تازمت لنا الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه بايطاليا واليابان والمانيا. منين وقع لنا هذا الشيء هذا وتأزم الاوضاع؟ فكانوا وصول الانظمه ديكتاتوريه بطريقه سهله ونهجوا لنا واحد السياسه توسعيه ما يسمى بالمجال الحيوي. وعجز عصبه الامم اللي قلنا على انها جات باش تحقق ثلاثه المبادئ. اولا على انها زعما انها تحقق السلم والامن العالميين وتوثيق التعاون بين مختلف دول العالم، وكذا عدم اللجوء الى القوه كحل فك النزاعات السياسيه. وما قداتش تصدى لهذه التوسعات ديال الانظمه الديكتاتوريه. مفهوم؟ يعني سولتك ما هي الاسباب الغير المباشره في اندلاع الحرب العالميه الثانيه، غتقول لي مخلفات معاهدات الصلح، مخلفات ازمه 1929، ووصول انظمه ديكتاتوريه للسلطه. مفهوم؟ غادي ندوزو للمحور الثاني، مراحل الحرب العالميه الثانيه. مراحل الحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الثانيه ما جاتش في مرحله واحده، جات في جوج مراحل. اولا المرحله الاولى من 1939 ل 1942. شنو وقع؟ تقدم دول المحور على راسهم المانيا. هذه المرحله الاولى كتميز بانتصار دول المحور على راسهم المانيا واليابان، بحيث ان المانيا احتلت بلدان اوروبا الشرقيه وكذا البلدان الاسكندنافيه ما يسمى بالدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا. وكذلك قامت اليابان ايضا باحتلال بلدان جنوب شرق اسيا وجزر المحيط الهادي. مفهوم؟ يعني المرحله الاولى شفنا اولا المانيا قامت باحتلال مجموعه ديال بلدان اوروبا الشرقيه وبلدان الاسكندنافيه كالدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا، واليابان قامت باحتلال بلدان جنوب شرق اسيا وجزر المحيط الهادي. وقامت ايضا اليابان بقصف قاعده امريكيه ما تسمى بهاربر، وهي قاعده عسكريه. يعني هذه المرحله الاولى من 1939 ل 1942 انتصار وتقدم دول المحور. غنشوفوا دابا المرحله الثانيه من 1943 ل 1945. شنو وقع لنا هنا؟ دخلت امريكا باش انها تدافع على راسها، لان اليابان قامت بقصف قاعده ديالها. فبطبيعه الحال الولايات المتحده الامريكيه تبقى ساكته، لا غتبغي تدخل. منين دخلت تقلبوا لنا الموازين من صالح دول المحور لصالح دول الحلفاء. مفهوم؟ وتدخل ايضا الجيش الاحمر السوفيتي وقام وسيطر وانتصر على الجيش الالماني، وبذلك قام باحتلال بلدان اوروبا الشرقيه. يعني الاتحاد السوفيتي ما اكتفاش فقط انه ربح الجيش الالماني، بل قام ايضا باحتلال البلدان اوروبا الشرقيه اللي كانت في يد الالمان. اذا هذا هو المرحله الثانيه. وفي الاخير يعني قامت الولايات المتحده الامريكيه بالتواطؤ مع الاتحاد السوفيتي
والإطاحة بهتلر أو الإطاحة بألمانيا سنة 1945. هذا هو المراحل ديال الحرب العالمية الثانية. أخيرا غادي نشوفوا نتائج الحرب العالمية الثانية. أي حرب عباد الله كيكونوا نتائج. ما يمكنش تقول لي حرب بدون نتائج بشريه، ما يمكنش تقول لي حرب بدون نتائج ماديه، ما يمكنش تقول لي حرب بدون نتائج سياسيه. الحرب ضروري غادي يكون فيها واحد الخسائر وواحد النتائج. اولا غادي نشوفوا هنا خسائر بشريه كبيره جدا، اكثر من 50 مليون قتيل وعدد كبير من الارامل والايتام والمعطوبين والجرحى. ثانيا انعكاسات سلبيه للحرب على الاوضاع الاجتماعيه، بطبيعه الحال غتاثر على الاوضاع الاجتماعيه والمعيشيه للسكان. خسائر ماديه بحيث ان نتيجه خراب المدن ودمار البنيات، او راه كاين الكوابس، كاين حرب اسلحه فتاكه، فبطبيعه الحال غيكون دمار البنيات التحتيه وخراب المدن وتراجع الاقتصاد ايضا، بالاضافه الى ارتفاع كلفه الحرب من الناتج الوطني الخام. زياده على ذلك تعزيز الولايات المتحده الامريكيه مكانتها. هنا الولايات المتحده الامريكيه ولات عندها واحد المكانه، علاش؟ فبحيث تقلصوا لنا الدول تقلصوا وتراجعوا لنا الدول ديال الدول الديمقراطيات الليبراليه، يعني الدول الديمقراطيه اللي كانوا ديك الساعه عندهم واحد المكانه كفرنسا، ايطاليا، بريطانيا الى غير ذلك من الدول. فمفهوم يعني هذا الشيء اللي كاين في الدرس ساهل عباد الله. مهم اولا شفنا الاسباب الغير مباشره، قلنا مخلفات معاهده الصلح ومخلفات ازمه 1929 ووصول الانظمه ديكتاتوريه للسلطه. المراحل قلنا المرحله الاولى من 1939 1942، المرحله الثانيه قلنا من 1943 1945، واخيرا نتائج الحرب العالميه الثانيه اللي كانت خسائر بشريه وانعكاسات سلبيه للحرب على الاوضاع الاجتماعيه وخسائر ماديه عن طريق خراب المدن ودمار البنيات التحتيه وتعزيز الولايات المتحده الامريكيه مكانتها مقابل تراجع الاقتصاد الدول الديمقراطيه. مفهوم؟ التوفيق لكم ان شاء الله في مساركم الدراسه، ان شاء الله شدوا الباك باذن الله تعالى، تهلاو في راسكم والباك في الجيب.